في الاخر ده مش نادي كابتن محمود الخطيب، ده نادي الدولة ونادي الجمهور، ده نادي الشعب. كابتن محمود الخطيب عشان بس الموضوع يتحط في اطاره السليم، انا بعشق كابتن خطيب، بحبه على المستوى الشخصي جدا وعلى مستوى العقليه الاداريه، وما اعرفش مين اللي بياخد هذه القرارات، لكن اول كلمه الخطيب يكلف مش مثلا مش عارف مثلا الفريق القانوني بالنادي الاهلي يتوجه، لا، الخطيب يكلف المستشارين. فهو في الاخر هو مش نادي كابتن محمود الخطيب، هو النادي الاهلي. لكن الموضوع بيتاخد يا جماعه كتير قوي ناحيه اتجاه ان انا حاسس ان كابتن الخطيب ده يملك النادي، وكابتن الخطيب هو موظف في النادي، موظف بدرجه رئيس مجلس اداره، احنا بنشوفه اسطوره، بنشوفه حاجه عظيمه، احنا نشوفه زي ما احنا عايزين. لكن هل ده صح؟ مش عايز اقول ده قانوني، اكيد هم مش هيعملوا حاجه ضد القانون، ده هم اصلا بيستخدموا القانون عشان يساعدوا حد في محنه او في كرب. لكن هل ده صح؟ هل ده لوجيك؟ اسف. طب هو مين اللي هيدفع الفلوس دي؟ يعني مين اللي بيدفع مرتب المستشارين القانونيين للاهلي اللي هينضموا الى فريق الدفاع عن رمضان صبحي؟ مش النادي. مش النادي ده بياخد فلوس اكيد من استثماراته واعضائه واشتراكاته. سؤال ساذج، يعني انا مش عضو في الاهلي، لكن هل الناس بتدفع الفلوس من ناحيه الاشتراكات او غيره او غيره؟ واحد يقول لي عم راشد لا، ده هم جايبين عقد مع اديداس مش عارف بكام، جايبين عقد مع اتصالات. ما يخصنيش، ما هو لولاكش الجمهور ولولاكش الدعم ولولاكش ما كانش ده كله هيحصل. يعني اديك شايف انديه اخرى كتير عندها بلاوي ونفسها في تمن عشر واحد على 50 من اللي عندك. هل ده صح؟ من جوايا انا كموقف انساني، يعني لو انا مش اهلاوي هقول هايل، بتكلم بصراحه، يعني عارف ان ممكن الحلقه دي تعمل لي مشاكل، لكن انا دايما بقول الحقيقه اللي جوايا، وانتم متعودين مني على كده على طول، واللي متابعني عارف، ولو اول مره اطلع لك فانا مكمل كده، وارجع لورا وشوف وخليك معايا ان شاء الله، وربنا ادانا عمر وفضلنا من اهل الارض، هتلاقي ان ده غالبا راي طالع من هنا، واللي من هنا ومن هنا بيوصل لك، وبيوصل لك بسرعه كمان. انا ما بقولكش ان ده قرار غلط، تاني أنا بقول إن ده قرار غريب عجيب إنساني، لكن عجيب فقط لا غير. ويعني أنا كنت في مكانه، كان معنا ناس صحابنا مش مركزين مع التليفون، كل واحد بقريه كده البيان، بص بيعمل إزاي ومعمل لي كده. فهو بالنسبة للناس حاجة، ما حدش قال إيه الله أشعرت موت، ما حدش عمل كده، ما حدش بص وقال إيه القرف ده، ما حدش عمل كده، كله عمل هذا الشكل من الخضة أو من الاستعجاب أو من الاستغراب، اللي هو إيه ده؟ غريبة. عارف البيان ده تقرأه وتقول إيه ده؟ غريبة قوي دي بجد. هو ده بالظبط الشعور اللي عندي.